الرحمن الرحيم. أنا معاكم أمير فاروق وبنكمل محتوى الويب دبلومة. إحنا كنا آخر مرة وقفنا عند الكومنتس أو التعليقات، وفهمنا التعليقات هي عبارة عن إيه في محتوى ال HTML. لو لسه ما شفتش الفيديو ده بسرعة روح اتفرج عليه علشان تقدر تكمل معانا باقي محتوى HTML. النهارده هنتكلم على جزئية مهمة جدا في ال HTML وهو الكونتينر elements. الكونتينر elements او العناصر اللي انا اقدر استخدمها علشان تعمل ككونتينر او كحاجة بتجروب او بتلم مجموعة عناصر جواها. بمعنى عارف بالظبط كده لما يكون عندك مجموعة اكسسوارز منطورة في كذا حتة وانت عايز تلمهم كلهم، فتروح جايب بوكس، البوكس ده تروح منظم فيه العناصر دي، تجمع العناصر دي كلها جوه البوكس. هو ده المقصود بالظبط بالكونتينر element. عندي عناصر كتير في صفحة ال HTML. صفحة ال HTML اللي قدامي فيها مجموعة من العناصر الكتير دي، عايز العناصر الكتير دي اعمل لها جروب، يعني اجمعهم مع بعض علشان اقدر اتحكم فيهم، اقدر اعمل عليهم تنسيقات، اقدر اعمل عليهم عمليات كتير جدا. ما اقدرش اعمل ده غير لما اكون مجمع العناصر دي في حاجة اسمها الكونتينر elements، وهي اشكال كتير في ال HTML. البيزك خالص اللي متعارف عليه من قديم الازل في ال HTML بدون بقى التحديثات الجديده اللي موجوده في ال HTML5، وهو اول كونتينر element هتعامل معاه وهو الكونتينر element اسمه div. div اختصار لكلمه division. division معناه قسم، كاني بقسم مجموعه من العناصر في القسم ده او في الديفيجن ده. زي ما احنا قلنا الكونتينر element ملهاش اي تأثير، هي مجرد بس بتجمع العناصر مع بعض، بتعمل جروبنج للعناصر دي مع بعض. يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا من شوية المثال، لو انا عندي اكسسوارز وعايز المهم مع بعض فجبت بوكس حطيت فيه الاكسسوارز دي، هل البوكس اثر عليهم في حاجه؟ اكيد لا طبعا. يعني لو عندي اكسسوارز خاتم مثلا، عندي اكسسوري مش عارف سلسله، ولميت الحاجات دي كلها في بوكس، البوكس مش هيأثر عليهم بحاجه، الخاتم هيفضل خاتم زي ما هو والسلسله هتفضل سلسله زي ما هي. الفكرة بس ان انا جمعتهم كلهم في مكان معين. فمثلا لو بتكلم على الاكسسوارز دي، لو عايز انقلهم كلهم من مكان لمكان اقدر انقلهم من خلال البوكس ده، اتحكم في البوكس اتحرك بيه المكان اللي انا عايزه، حركت من جواه العناصر الاكسسوارز اللي جواها كلها. نفس الفكرة الديف او الكونتينر اليمنتس، هي ما بتأثرش على العنصر في حاجة. يعني مش لما هحط مثلا العناصر في ديف هلاقيها اتحركت يمين شمال فوق تحت، مش هيحصل ده. هي مجرد كونتينر لم العناصر دي في بعضها او لم العناصر دي مع بعض. الديف ده او الكونتينر اليمنتس دي هي عناصر، العناصر بتاخد مساحه البلوك، يعني بتاخد الويتس المتاح كله بالنسبه لها، بتاخد الفول ويتس المتاح ليها. كمان زي ليها بروبرتي دي كده زي الباراجراف. لو تفتكروا كنا بنقول الباراجراف بيبقى بليه فاضي بعديه فاضي، فبرضو الديف وعناصر الكونتينر اليمنتس كلها برضو نفس الكلام، قبليها فاضي بعديها فاضي، بتاخد الفول ويتس بتاعها. وبالتالي مثلا لو انا كان عندي مثلا هنا باراجراف، عندي مثلا سبان، السبان ده كان فيه تايتل معين، كان فيه عنوان بتاع خبر مثلا، وكان عندي مثلا image src، واحنا عندنا هنا كنا عاملين images، ادي الفولدر بتاع images، وكان عندي اللوجو بتاعنا. فعندي كده images slash logo dot png، وعندي مثلا الباراجراف اللي فيه كونتنت معين، وليكن الكونتنت اللي احنا كنا واخدينه ده قبل كده. ممكن اخد الباراجراف نفسه اللي كان فوق ده كوبي بيست بدل ما احنا هنتعب نفسنا. ادي الباراجراف بتاعي. فوليكن مثلا ده كان محتوى خبر مثلا، فعندي عنوان للخبر، عندي صورة للخبر،
عندي الكونتنت بتاع الخبر ده، فكان هيظهر بالمنظر ده عادي جدا ما فيهوش اي حاجه. عندي عنوان، طبعا السبان لو انت عايز تفصل يعني بلاش بقى، بما ان انا عندي تايتل او عندي عنوان خلينا نقول مثلا H2، انا بتكلم على عناوين فخلينا اقول هيدنج تاج، فخليني اعمل كده. يبقى انا عندي تايتل وعندي ايمج اللي هي الصوره بتاعت العنوان ده، وعندي الكونتنت بتاع العنوان. فمثلا بعد كده لو انا عايز في السي اس اس لما نيجي نتعلم ازاي اعمل فورماتنج على الحاجه دي، عايز اعمل حواليهم مثلا باك جراوند، عايز اعمل حواليهم برواز، عايز اعمل حواليهم اي حاجه، انا علشان اعمل ده هتعامل مع ال H2 ده لوحده اللي هو الهيدنج ده لوحده، والصوره دي لوحدها، والباراجراف ده لوحده او الكونتنت ده مع بعضه. انما لما اجمعهم كلهم في ديف، فده معناه ان انا اقدر اعمل عليهم اي حاجه انا عايز. هفتح الديف، فتحه الديف والقفله، واحط كل العناصر بتاعتي ما بين فتحه الديف وما بين القفله، ادخل بقى العناصر بتاعتي كلها جوه الديف بتاعي. نعمل سيف، نروح على البراوزر نعمل ريفرش، مفيش اي تأثير حصل. زي ما قلت لحضراتكم كده ان كل اللي انا عملته ان انا بس عملت جروب للعناصر بتاعتي دي مع بعضها، ما عملتش اكتر من كده، لا اكتر ولا اقل، جمعتهم فقط كلهم مع بعض، كل العناصر مع بعضها جوه الديف، ولذلك الديف ما اثرش على اي عنصر في العناصر اللي قدامي دي. يبقى الديف هو عبارة عن كونتينر element بيجمع مجموعة من عناصر ال HTML جواه، ما بيأثرش عليهم. طب افرض ان انا عايز اعمل على العناصر دي اي تأثير، وليكن مثلا عايز اعمل عليهم اطار من الخارج، برواز من الخارج. طيب تعالوا كده مثلا نعمل ريفرش inspect element، انا هكتب جمله سي اس اس على الديف بتاعي اهو، هكتب جمله سي اس اس. ما تشغلش بالك بالجمله اللي انا هكتبها دي، هنتعلمها في كورس السي اس اس. بس عايز اوري لك ان لو انا دلوقتي عايز اعمل تاثير على العناصر دي كلها، اعمل اطار حواليهم، اروح اكتب كده السي اس اس بتاعي بوردر 1 بيكسل سوليد وريد مثلا عشان اعمل لون احمر. زي ما انتم شايفين عمل على العناصر كلها من بره مره واحده البرواز اللي لونه احمر اللي انتم شايفينه ده. يبقى انا دلوقتي بدل ما اروح للعنوان لوحده، واروح للصوره لوحدها، واروح للباراجراف لوحده، لا، انا رحت للعناصر بتاعتي كلها مره واحده، عملت عليهم كلهم البرواز بتاعي او التاثير بتاعي. يبقى الديف هو عباره عن كونتينر بيلم العناصر جواه، بيجروب العناصر جواه، سواء الديف او العناصر اللي احنا هنتكلم عليها ان شاء الله. يبقى الديف عباره عن كونتينر اليمنت، الكونتينر اليمنت ده بيعمل جروبنج لعناصر ال HTML جوه صفحه الويب بتاعتي. على سبيل المثال احنا خدنا الديف، وبرضه في المحاضرات او في السيشنز الجايه هنكمل مجموعه من عناصر الكونتينر اليمنت. لحد هنا انتهت السيشن بتاعتنا النهارده. لو في حد عنده اي سؤال ما تترددش ابدا انك تكتب السؤال بتاعك في كومنت، وانا دايما موجود عشان اجاوب على كل اسئلتكم. شكرا جدا ليكم، كنت انا معاكم امير فاروق من محتوى الويب دبلومه. اشوفكم السيشن الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.